7 صفعات وعي خبطوني في دماغي وعدوني من تاني. في لحظات كده تحس انك بتصحى من النوم مش نايم، النوع النوم اللي بتحس بعده ان دماغك كانت مسافره دبي وراجعه تاني من غير جواز سفر. ليه؟ علشان صفقة الوعي والله مش مقلب ولا ترند، ده لما الحياه تقول لك اصحى يا عم احنا كنا بنهزر. الانسان كائن لطيف وبيحب يعيش في الوهم المريح اكتر من الحقيقه المزعجه. والمصيبة إن معظم الناس مش بتتغير لما تسمع نصيحة، لأ، بتتغير لما تاخد بوكس في الروح. وعلشان كده النهاردة جايب لكم 7 نصايح وعي مش هتخليكم تقولوا ولا لأ، هتخليكم تقولوا طيب وماله، ما نبدأ من جديد. رقم 1، محدش هينقذك. آسف على الصدمة، بس لا سوبرمان جاي ولا الحبيب اللي في خيالك ولا حتى المدرب بتاع الكوتشنج اللي بيقول لك أنت راعي قررها. مفيش حد جاي يشيلك من القاع، أنت الوحيد اللي معاه الحبل والهوا تحتك. أنت في فيلم درامي من إنتاج دماغك ومفيش بطل تاني غيرك. ما تتأخرش في دخول المشهد. فعشان كده اللي مستنيه يشيلك مش جاي يقوم وساعد نفسك بنفسك. تدخل على رقم 2، اللي بيأذيك وبتسكت بيتمكن. عارف اللي بيقول لك انا اسف بس انت حساس؟ ده على فكرة مش بيعتذر، ده بيزقك تحت الاتوبيس وهو بيضحك. السكوت هنا مش حكمة، السكوت هنا شراكة في الجريمة. انت مش كيس ملاكمة، ما تستناش جايزة اطيب متلائم في العالم. عشان كده لو ما حبيتش نفسك كفاية تقول لا، محدش هيحبك بالنيابة عنك. تالت حاجة، الراحة الكتير عقوبة متنكرة. يعني ايه يا عم حسن؟ الجملة الأشهر في العصر الرقمي، أنا تعبان وعايز أرتاح. بس المشكلة إن الراحة دي مش راحة، دي إدمان هروب. عارف اللي بيفضل قاعد على الكنبة بالساعات غالبا هيتحول لكنبة. الراحة اللي بتهرب ليها النهاردة هتدفع ثمنها بكرة. ادخل على رقم 4، عشان مش كل اللي بيضحك في وشك معاك. بمعنى ايه؟ انت جامد قوي يا مان، جميلة، بس نفس الشخص ده ممكن يكون بيبعت ميمز في جروب تاني بيضحك عليك فيه. انت مش تويست، بس الحياة فيها تويستات اكتر من مسلسل تركي. رقم 5، التأجيل بيقتلك بالبطيء. هبدأ بكرة، مش الوقت المناسب، الظروف مش سامحة معايا. هقول لك حاجة، الظروف مش ناوية تسمح أصلا. لو الظروف بنت ناس كانت قالت لك يلا قوم اشتغل، بس هي من شارع تاني. كل تأجيل هو رفض غير معلن لحلمك. ورقم 6، التمثيل بيتعب أكتر من الحقيقة. عايز تبان واثق ناجح مرتاح جامد، بس الحقيقة إنك مرهق وتايه ومش فاهم بتعمل إيه. مفيش مشكلة، كلنا كده، بس اللي بيمثل طول الوقت بينسى نفسه. ولو فضلت تمثل طول الوقت هتنسى انت مين، وهتحتاج GPS علشان تلاقي نفسك. اللي مش بيحب حياتك مش ليك اصلا. والصفحة رقم 7 واخيرا، لو كل الناس اختفوا هتعيش مع مين؟ تخيل كده، لا جمهور لا لايكات لا حد بيسقف. هل هتحب نفسك ولا هتكتشف انك مش عارف تعيش مع اللي جواك؟ ولو قعدت لوحدك ساعة وبدأت تحس انك مزعج، في خلل في الصاحب اللي جواك. عشان كده لو مش متصالح مع نفسك كل العلاقات هتبقى مسكن مؤقت. مش لازم تكون انسان خارق، لازم تكون انسان صادق. ومش لازم تفهم الحياة كلها، بس لازم تبدأ تبطل تعيش على وضع الصامت. لو الصفحات دي خبطت فيك اعرف انك مش لوحدك، لان انا كمان معاك. بس على الاقل دلوقتي بضحك وانا فايق، مش نايم وانا تايه. سلام، ومستنيكم في اللحظة الجاية.